كيهمنيش الناس اللي كانوا محتواهم، او ربما يكون شي حد كيعمل اكثر من رضا او غيره. ما القضيه خوتي حامضه عند لطيفه رأفت، ياه وهادشي اللي حطات في ستوريات ديالها اللي صدام الناس باش جاوباتهم شي كلام اللي كلشي استغرب في هاد القضيه ديال ولد الشينويه. لطيفه كنا كنحترموك وكنتي عندنا في عيننا كبيره، لكن من شنك مع فلان او مثلا كتصلي بفلان او لا تحترمنيش. بنتي هي كتبكي وانا كنبكي. مالك بنتي؟ قالت لها ماما الحبيبه راني شاديني. شنو هو بنتي السبب علاش شدوك؟ قالت لها ماما ما ديرت حتى شي حاجه. قسم القضيه خوتي حامضه عند لطيفه رأفت، ياه وهادشي اللي حطات في ستوريات ديالها اللي صدام الناس باش جاوباتهم شي كلام اللي كلشي استغرب في هاد القضيه ديال ولد الشينويه. المهم احبابي، ولد الشينويه راه وصل للعالميه، قناه BBC زائد قناه صباح الخير عرب. اش غنقول لكم، راه هذه فضيحه، يعني فضيحه ديال تجار بالبشر. عرفتوا شنو هو خوتي التجار بالبشر؟ لكن الناس حنا هذوك اللي كيبداو يكتبوا لنا شي تعاليق اللي غادي نقولوا لكم حسبي الله ونعم الوكيل، هذوك الناس مجيت هذوك الوقيته اللي كنتكلموا كيحاولوا انهم باش يحاربونا. ندخلوا خوتي في الموضوع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بالناس الجداد وكذلك الناس القدام. الله يجازيكم بخير اخوتي، الله يخلي لكم العزيز عليكم. الى ما تشجعونا باللي لايك، خليو لنا التعاليق ديالكم في خانه التعاليق، لان كيجينا واحد اش غنقول لكم كميه ديال الخبث اللي كيحاولوا انهم باش يصينياو لينا القناه. ولكن نتوما الله يجازيكم بخير، غير شجعونا بلي لايك، الله يخليكم. اش غنقول لكم، واحد الحاله ما بعدها حاله. دابا خوتي اللي دازوا كما كنقولوا اللطيفه رأفات، وبالفعل انا غادي نتكلم، غادي نقول وانتم غتخليوا اخوتي التعليق في القناه وقولوا لي اشنو بالكم في هذا الكلام اللي بغيت نقول. الله يجازيكم بخير. انا اللي تصدمت في لطيفه رأفات بعد ما قالت واحد الكلام بان ما عندها حتى علاقه بولد الشينويه. قالت كان كاع يكون شي واحد اللي اكثر من ولد الشينويه، هذاك الشيء زعما ما كيهمهاش. نخلي لكم هذا المقطع ونكملوا ان شاء الله تحليل الفيديو. كنت عند الاخت رجوة سهل، وكان رضا ولد الشينويه ما كيهمنيش محتوى، كيعمل اكثر من رضا او غيره. الناس اللي كانوا محتوى ما شغليش في الناس. واش غنقول لكم احبابي، هاد الشيء اللي سمعتوا على ودنيكم على الفنانه ديالنا اللي كاملين كنحترموها وكنبغيوها وساندناها في بزاف ديال المواضيع اللي كانوا وقع لها داك المشكل، الشخص المعلوم اللي ما خلاو ما قالوا فيها ونسادناها وقفنا معها. لكن للاسف يعني هاد الفنانه هادو اللي كيقدموا لينا بزاف ديال المحتويات وقال لك حكا هما كينبهوا الشعب وكيقولوا باننا خصنا نحاربوا هذا الفساد وخصنا هادشي ما خصوش يكون في بلادنا. لكن للاسف كنشوفوها دابا قالت لك هي ماشي شغلها، ويكون كاع شي حد كتار قالت لك من رضا ويلي ما هدايا هذا كثر من الرضا على هادشي كله. مازال كتقولي كثر من الرضا. هادشي اللي دار هاد السيد هذا راه خطير. عرفتي يا لاله اشنو هو التجار في البشر؟ الناس كالوها، عرفتوا ناس اخوتي كالوها اللي منهم بعد الفنانه اللي كاملين دخلوا فيها كما كنقولوا طول وعرض، قالوا لها هادشي اللي كتقولي فيه راه خطير جدا. يعني اذا انتيا عندك شي علاقه مع هاد السيد بحال هكا، ماشي انا، الناس كيقولوا اخوتي. وانا ما عجبنيش الحال هاد الخرجات اللي هي خارجه كتكلم، ما عجبنيش كلامها نهائيا. فعاود تهضر وتكلم وتقول هادشي ماشي معقول وغادي يخرج لنا على الشباب المراهقين ديالنا وطاطا الى اخره اللي كنشوفوا دابا حاليا. كما كنقولوا العالم كامل كيتكلم على ولد الشينويه. شفتوا اخوتي الفضيحه؟ فضيحه بقلاقل. اش غنقول لكم، انا بعد ما تصدمت شي قنوات انا اللي ما كنتش معوله عليهم غادي ينوضوا يتكلموا على هاد السيد هذا اللي كيقول لك انا مشهور عالميا، وبالفعل بالشوهه هذا عاجبو الحال انه كيدير هاد الشوهه، عاجبو الحال. لكن كما كنقولوا الرجال، تحياتي الرجال الاحرار اللي كينشروا الفضايح ديال هاد الناس هادو، كنتمنى ان ما يكونش معهم العقاب لانهم نشروا المنكر.
راه واحد الفضيحه. راه قسما بالله كون داروا هكا راه اكيد ما غادي يصور حتى حاجه كما كيقولها هو. كيقول اعطيني الدليل اعطيني، ولكن بعد ما تنشر هذاك الفيديو والتسريبات والدراري الصغار اللي كيهضروا معاه وشحال كيتاوى معاهم وعاوتاني كيتكلم مع الاخرين، بغيتها غليظه بغيتها رقيقه السمراء بيضه، يعني السيد كيتكلم شي حوايج اللي حنا كاملين اخوتي تصدمنا. هو هادشي كله انه بغى يفضح البلاد، وهادشي اللي كيبان لي انا. السيد معقد فايت كيبات في الزنقه وقالها بفمو وتكرفص وتعذب، ولكن كيحاول هذاك الشيء كيطبقو في الواقع انه باش يخرج على ولاد بلادو وبنات بلادو. تحياتي المخزن، لان هادشي راه خطير وهادشي ما كيشرفناش نهائيا. وكنتمنى من جميع القنوات اللي كيديروا هاد المسائل في وقت ما كان اخوتي شي مثلي اللي ما كيشرفناش كمسلمين، لان هادشي اخوتي راه خرج على المراهقين، على ولادنا، راه خرج عليهم لواحد الدرجه ما كتصورش على البال. وطلعوا لنا هاد النعيوات هادو معكرين مقادين مصاوبين شي حركات وعجبهم الحال. وهذاك اللي كاين في تركيا اللي كنتمنى كاع الباكاش كامل يتم الاعتقال ديالهم، لان هادشي بزاف. وقال لك هو مسكين هذاك الشيء راه خليقه، هو راه هذاك الشيء راه خليقه هكاك داير، وهما اللي كيقولوا لهم اش ديروا واش ديروا راه غتصوروا الفلوس صحيحه. يعني ملي كيذوقوا الفلوس صافي كيولي هذاك الشخص ما كتعرفوا لا راجل لا بنت، كيبدا يتعوج الماكياج هذا وكيقول لك حكا راه خليقه. اش من خليقه هادي اللي ولينا كنشوفوا هاد الرذيله اخوتي اللي كتنشر في المواقع التواصل الاجتماعي، اللي واحد حتى هو اللي كاين في تركيا وكيقول لعباد الله نوضوا ديروا السدار وديروا هادي وديروا هادي وديروا اش. انا ما نكذبش عليكم هادشي راه خطير، هادشي حبيبي راه خطير، هادشي راه كيخلع، وهادشي ما خصناش نسكتوا عليه نهائيا. اما داك تيك توك راه شي حوايج فيه انا بقيت كنهضر بوحدي كنقول عباد الله انا فين، واش هادشي حقيقه ولا غير كنحلم؟ اش هاد الحاله اخوتي اللي ولنا كنشوفوا؟ ما كاين عا السبان الشتم الروينه نايضه. والدول الاخرين العربيين قسما بالله بعد ما كيشوفوا هذاك الرذيله كتنشر ما كاين غير الاعتقال. وكنتمنى من هاد الرجال الاحرار يفضحوا هاد المفسدين، لان بلادنا كما كنقولوا مشات اخوتي في الهاويه. هادو راه مابقاوش كيشرفوا كما كنقولوا البلاد. اللي دار شي حاجه خصو يدوز العقوبه ديالو. وهذاك ولد الشينويه الناس كيقولوا حكا ايوا مسكين. اش من مسكين؟ هذوك اللي كيكتبوا لنا هذوك التعاليق حنا عارفينهم جيرانو، عارفينو راكم صحابو، ولكن الله يجزيكم بخير. هذاك الشيء اللي كتكتبوا راه كيدخل لهاد الودن وكيخرج للودن الاخرى. زائد السبان والشتم، راه الروبو ديال اليوتيوب راه كيشوف هذاك الشيء راه كيحذف. كونوا على يقين، تصنتوا. حنا راه كنهضروا على بلادنا على ولاد بلادنا، راه هادشي ولا كيخلع. بغينا المفيد. اش هاد الفضيحه؟ اش هاد الدل ولينا كنشوفوا؟ اش هاد المصيبه كحله؟ ما داك هشام راه تا هو اكيد غيتم عليه الاعتقال. القضيه عنده فيها الجنايات، ما كاين لا هادي ولا يديك ولا يخليك ولا ويغبر فيما بغى يغبر، راه غيجبدوه لان كيتسمى كما كنقولوا التستور. كتستر على هادشي وعاجبك الحال. قال لك لا حق انا راه درت شكايه في 2021. سير المخزان نوريه الفيديوهات هكا سيدي شوف هاكو شوفوا الفضيحه. صافي غيتم الاعتقال. انت داير غير شكايه كتهدد فيه على المباشر غنفضحك انا درت الشكايه. ولكن بغينا الفيديوهات اللي دابا انت عديتيهم الفرقه الوطنيه. هي مزيانه برافو عليك، هذه خدمه ما عندي ما نقول، ولكن راه غادي تتابع لها لانك تسمى التستر. ومازال كاين الاخرين قال لك راهم مخبيين كما كنقولوا وراء الشاشه. كل شيء غادي تعتقل، كل شيء غادي يمشي فيها. هذا هو الكلام. مع السلامه حبابي، الى فيديو الجاي ان شاء الله. خليوا لي التعليق ديالكم، احبكم في الله. في اطار هذه التحقيقات المتواصله بخصوص هذه القضيه ديال ولد الشينويه وتورط بعض المسؤولين وكذلك فنانين كما شفنا لطيفه رأفت، يعني الصوره اللي كانت مع ولد الشينويه وحاولت انها يعني تبعد على هذيك الشبهه ديال العلاقه ديالها مع هذا ولد الشينويه. انا كتاكد
مرارا وتكرارا ان ما عنده حتى شي علاقه في هذا الشيء. لكن الحقيقه اخواني اخواتي هو انه الفرقه الوطنيه الشرطه التقنيه والعلميه اللي غيتم تحليل وتفكيك يعني الهواتف، يعني المكالمات، الصور، كل شيء اللي كاين في الهواتف ديال التشينويه كفيل يعني بوضع بعض الاشخاص واش غيكونوا متهمين او لا غيكونوا غير ضحايا ديال هاد التشينويه. كما شفنا واحد التسريب اللي هو خطير من بعض الضحايا واللي كانوا في الامارات العربيه المتحده من بعد ما وجهوا اتهام مباشر وقالوا بالحرف انه التشينويه كان بالفعل كيبتزهم وكيضغط عليهم لانه هو اللي كان ولي الامر ديالهم في تلك يعني ذيك الوقت. اكيد معاناه كثيره والتشينويه اللي عنده من الزبائن مسؤولين، فنانين، سياسيين، رياضيين، يعني السيد راه ولا مشهور. وحتى الثروه اللي مقدره اللي كيقولوا بانه اكثر من مليار سنتيم، هذا المبلغ اللي هو كبير جدا. راه التحريات والتحقيقات عند الفرقه الوطنيه راه ما صراحه اخواني خواتي عندهم ما يعني ما يكشف عن كل الدلائل والحقائق والاسرار اللي كيحاولوا انه هذه العائله ديالو التشينويه انهم يعني يتستروا عليها ويحميوه. شنا الاخت ديالو اللي خرجات وكتحاول انه تدافع عليه بكل شراسه، الام ديالو اللي كما شنا انها بسبب ديك الضجه ديال الاعتقال والعلاقه ديالو بهذه الشبكه التجار بالبشر خلاتها انها تعيش واحد الحاله نفسيه صعيبه بزاف. وهذا الشيء اللي خلى انها تصاب في العين ديالها ضغط دموي. السيده يعني راه طريحه الفراش، السيده ما قدراش انها تجي لجلسه المحكمه. الشقيقتين اللي كانوا حاضرين اللي جاوا وحاولوا انهم يدافعوا على ولد الشينويه، على الاخ ديالهم المتبنيه. على اي شنا بعض المفاجآت يعني حسب بعض الناس اللي كانوا داخل القاعه ديال الجلسه ديال ولد الشينويه، شافوا اكثر من 15 شخص كلهم يعني من الوان قوس قزح. يعني هذا الشيء يعني يدل على شيء، يدل على انه فعلا انه كيتلقى الدعم من هاد الاشخاص. ربما هاد الناس يعني من القوس قزح، ربما يعني راهم الناس من الاثرياء، الناس من الزبائن، ناس اللي تخلطوا صراحه وجاوا ووقفوا مع ولد الشينويه في هاد المحنه، وقفوا معاه باش يعني يحصل على البراءة أو على الأقل يكون واحد التخفيف، يكون تخفيف في الأحكام. لأنه إلا تم إثبات كل ديك الأدلة وديك الفيديوهات كلها راه صراحة القاضي التحقيق راه غينزل عليه بواحد يعني أقصى عقوبة وتقدر توصل يعني لأكثر من 30 سنة، يعني حياته كاملة غتبقى بالسجن. وهذا الشيء اللي خايفين منه العائلة ديال ولد الشينويه. إخواني أخواتي، فحتى لا أطيل عليكم في هذا الفيديو نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد. ما تبخلوش باللايك ديالكم، بارطاج. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.